محمد الخولي عضو مجلس إدارة النادي المصري، أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. اهلا استاذ ناديه، اهلا وسهلا بيك وبضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. معلش انا مش قدام التلفزيون، مش عارف مين اللي معاك. لا احنا معانا استاذ مرسي سرحان رئيس النادي المريخ، واستاذ احمد شحاته المدير الاداري لفريق والنادي البورفؤاد، واستاذ احمد الشامي عضو مجلس اداره نادي المريخ. اهلا وسهلا بالكابتن كلهم. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يخليك. يعني هو طبعا احنا بنتكلم عن معاناه الفرق والانديه البورسعيديه، مش بس معاناه النادي المصري، وده اللي بيصب بالتاكيد كمان على مصير او قرار مشاركه النادي المصري من عدمه. الفتره الماضيه والايام الماضيه شهدت يعني مساله ضبابيه وبلبله شديده وسط جماهير النادي المصري. النهارده كان في اجتماع لحضراتكم، اجتماع مغلق في القاهره مع الاستاذ كامل ابو العالي رئيس النادي المصري. عايزين نعرف من حضرتك اهم القرارات في هذا الاجتماع. هو قرار واحد بس. هو قرار واحد بس، وهو مشاركه النادي المصري ان شاء الله في العام القادم. قرار نهائي خده مجلس اداره النادي المصري باذن الله. طيب كانت التخوفات يعني السابقه لهذا القرار. ايوه والقرار النهائي بعد اذن حضرتك، والقرار النهائي دوت ايوه طبعا احنا يعني اتاخد بناء على رد اتحاد الكوره بالنسبه للمبادره بتاعت كامل ابو علي اللي كان في اليومين اللي فاتت اللي حصل فيها حوارات كتير المره اللي فاتت. بالظبط، وهم كانوا حتى بيطالبوا المحامي بتاعهم انه يطالب المحكمه الفدراليه بالنظر المستعجل في هذه القضيه حتى يحسم امر المصري. بالفعل قدموا طلب للمحكمه الفدراليه باستعجال القضيه واتقابل من المحكمه بالرفض طلب. بالظبط كده. هل ده السبب في ان حضراتكم اصريتوا على الاستمرار، احساسكم بوجود نيه مسبقه من اتحاد الكوره بدل من التطمينات التي كانت طوال مدار عام سابق على ان كده كده مشاركه المصري وله الاحقيه وقد حصل على حكم من المحكمه الرياضيه الدوليه، ولا الاسباب ايه؟ لا هو انا اقول لحضرتك على حاجه بس عشان نوضح الامور. مبادرة كامل ابو علي طبعا هي زي ما هو راجل وضح المبادرة من كامل ابو علي كانت وهي مبادرة لاتحاد الكوره اللي كان معني فيها اتحاد الكوره. يعني موضوع واضح، واتحاد الكوره طبعا رفض المبادرة اللي كان عاملها كامل ابو علي او اللي عملها كامل ابو علي، وبناء عليها قررنا النهارده اشتراك النادي المصري العام القادم وتوجيه، وغدا ان شاء الله توجيه خطابات لجميع الجهات المعنيه في الدوله بتامين النادي المصري السنه القادمه ان شاء الله باذن الله. التساؤل الاهم لجماهير النادي المصري كيفيه توفير الحمايه وتامين الفريق اثناء يعني وتامين وصوله للملاعب باذن الله في الموسم المقبل. يعني هو ده يمكن الموضوع الاهم. هو طبعا دي مسؤوليه الدوله. ده لو كان في دوله، دي مسؤوليه الدوله لو كان في دوله. تأمين النادي المصري ده واجب على الدولة، واجب على وزارة الداخلية تأمين النادي المصري، ومش النادي المصري بس بالمناسبة. جميع أندية مصر، جميع أندية بورسعيد، أنا آسف، جميع أندية بورسعيد واجب على وزارة الداخلية تأمين جميع أندية بورسعيد. ولو ما قدرتش كوزير تأمن أندية بورسعيد خلاص الغي النشاط الرياضي الجمهوري. يعني أنتم تضعون كل مسؤول أمام مسؤولياته. بالظبط، مش قادر تأمن فريق كوره راح يلعب ماتش كوره في اي مكان في الجمهوريه، خلاص الغي الكوره في مصر، مش عايزين كوره في مصر. طيب اخر سؤال. ما تجيش تقول لي تقول لي اعتذر لي او تقدم لي اعتذار اللي انا ما العبش، والكلام ده كلام طبعا كلام صعب جدا ما حدش يتقبله، لكن مش هتقدر تأمن فريق كوره ايا كان، سواء المصري المريخ بورسعيد ايا كان من انديه بورسعيد، خلاص الغي الكوره في مصر، مفيش كوره في مصر. ده الكلام بوضوح. ولا تتحمل هذه الانديه ظلم اكثر مما تحملت. مين احنا الدوله حضرتك، انديه مين اللي تامن نفسها؟ نجيب بلطجيه يعني نمشيها معانا ولا نعمل ايه؟ مش فاهم. هنجيب بلطجيه؟ مش احنا في دوله
على وزير الداخليه تامين انديه بورسعيد، وبنحمله المسؤوليه من الوقت، بنحمله المسؤوليه كامله وزير داخليه مصر. بالتأكيد هتكون ردود الفعل في الشارع البورسعيدي وما بين جماهير النادي المصري ردود فعل سعيدة بمثل هذا القرار بإذن الله. آخر سؤال أستاذ محمد، ماذا عن قرار أو نية أستاذ كامل أبو علي خوضه الانتخابات القادمة إن شاء الله؟ والله احنا النهارده قعدنا واتكلمنا مع الاستاذ كامل ابو علي، وراجل متفاهم وحاسس بالحب اللي عند الناس وعند شعب بورسعيد بالنسبه له هو. لكن يعني لكل انسان ظروفه، وكل انسان احنا مش هنقدر يعني احنا ولا انا ولا انت ولا اي حد من شعب بورسعيد المحترم يقدر يحدد ظروفه ويقدر يحدد ايه اللي عنده. لكن هو وعدنا، وانا بقول لحضرتك وعدنا في خلال 72 ساعه ان شاء الله يحدد موقفه النهائي من خوض الانتخابات ضد مصر ان شاء الله. وهو احساس انا الشخصي، يعني انا احساسي الشخصي ان شاء الله كامل ابو علي موجود رئيسا للنادي المصري ان شاء الله باذن الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الخولي عضو مجلس اداره النادي المصري، شكرا جزيلا على هذه المداخله والمعلومه الاكيده. ان شاء الله بعد هذا الاجتماع قرار اعضاء مجلس الاداره برئاسه استاذ كامل ابو علي ان شاء الله بخوض مباريات الموسم المقبل ومشاركه النادي المصري، وده بعد ما كان بإرادته قرر وآثر عدم المشاركة في هذا الموسم الحالي بعد حصوله على أحقية المشاركة بعد حكم وقرار المحكمة الرياضية الدولية. مشاهدينا بنستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام، وكنا